نكهة غريبة حقيقية، فلفل حقيقي، قطع صغنونة كده. يلا بينا بقى نجرب. جدا اجربه، يعني حاسة ان طعمه هيبقى لذيذ زي بتاع المرة اللي فاتت. فنقول بسم الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ده حلو كتير جدا عن بتاع المرة اللي فاتت، فاللي بيحب السبايسي هيحبه جدا، والطعم مختلف. في طعم مختلف عن بتاع المرة اللي فاتت. بتاع المرة اللي فاتت كان فلفل صرف، لكن ده حاسة فيه نكهة كمان مع الفلفل، او ممكن يكون الفلفل الاحمر اللي موجود مع الفلفل الاخضر عاملين ميكس مع بعض. نقول كده تاني بسم الله. بجد طعمه تحفة جدا، وسبايسي لعشاق السبايسي، وطعمه مميز عن بتاع الفلفل الأخضر. طعم هنا مميز، في نكهة غريبة بس حلوة. لو أنا أقيمه أديله 10/10. طعمه تحفة، وسبايسي لعشاق السبايسي، وطعمه كده كتوتال. لا جميل 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 جميل، وعجبني جدا جدا جدا، ولازم تجربوه. بجد الاندومي اللي بالفلفل الاحمر، هو الشعريه المقليه اللي بالفلفل الاحمر، بجد طلع واو وتحفه جدا. لازم تجربوه، بجد طعمه طلع في منتهى الجمال. اديله 10/10، وبكده يكون هو فاز عن الاندومي اللي بالفلفل الاخضر. استنوني فيديوهات كتيره جدا الفتره اللي جايه، نجرب مع بعض كميه كبيره جدا جدا من النودلز السعودي، ونشوف فعلا الفرق. لحد الان انا ملاحظه ان في فرق. انا لحد الان ملاحظه ان في فرق فعليا في الطعم والكواليتي. فبجد عجبني جدا اللي بالفلفل الاحمر، عجبني كمان اكتر عن اللي بالفلفل الاخضر. وبجد طعمه تحفه، لازم تجربوه، بجد لازم تجربوه. لو اي حد لازم من السعوديه تعرفوه او لقيتوه في اي مكان، لازم تجربوا. اللي بالفلفل الاحمر جميل جدا، واللي بالفلفل الاخضر تحفه، بس ده عجبني اكتر. وكمان ده خصوصا لعشاق السبايسي. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. استنوا له فيديوهات كتير جدا الفتره اللي جايه. كنت معاكم منار الشناوي، دي قناتي. لو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناه، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تكتبوا لي كومنت يشجعني. مع السلامه، باي.